اهلا وسهلا بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله هيكون فيديو مخصص للناس اللي حابه تفتح مشروع يكون مش غالي. يعني البرفيومز عموما او مشروع العطور من المشاريع اللي هي مش غاليه، ممكن تستخدمه اصلا انك تبيع على النت عموما. فانا هقول لك ايه اللي انت محتاجه وكمان تجيبه منين، يعني منين الاماكن اللي انت تجيب منها البرفيومز. مش شرط تبيع في محل، ممكن تعمل صفحه اونلاين وتبيع فيها البرفيومز بتاعتك. وهقول لك ازاي بتتحسب وتحط فرق السعر منين والكلام ده كله. ببساطه شديده هقول لك كل شيء. بصوا يا جماعه، بس مبدئيا الفيديو ده مش فيديو اعلاني لحد معين، يعني هو مش فيديو اعلاني مثلا انك تروح تجيب من المحل الفلاني او انك تروح تجيب من المحل العلاني. لا خالص، انا مش بعلن للناس دي نهائي. انا بقول لك لو انت عايز كذا اعمل كذا، فقط لا غير. بصوا يا شباب، اغلب الخامات واغلب الحاجات اللي احنا بنحتاجها في العطور ببساطه شديده هتجيبها من العتبه، من الجامع الاحمر. شارع الجامع الاحمر ده كله كمه بتاع عطور واسعار جمله. تمام، فاي حاجه هقولها تجيبها من هناك ببساطه شديده. هتجيبها ارخص من هنا، يعني ارخص من مكانك بكتير بكتير يعني. تمام، وطبعا كل ما هتجيب كميات كبيره كل ما انت هيبقى السعر اقل. تمام. ببساطه شديده لازم تعرف العطور بتتكون من ايه. تمام، هنجيب ازازه برفيومز كده فاهم. العطور بتتكون طبعا من ازازه اللي انت هتحط فيها البارفان، اوكي. و يعني رقم واحد الازازه. تمام، سواء كانت انا عندي بس بلاستيك حاليا. لا ثواني، ممكن اجيب لكم الازاز. ثواني خليكم دقيقه واحده. دي 30 مللي، وادي ال 50 مللي. تمام، انا مش هقطع حته في الفيديوهات دي خالص، انا عشان بس فاهمكم. دي الاحجام المتداوله عموما. ولو انت هتبيع اونلاين يفضل ان انت تشتغل في ال 50 مللي اللي هي دي، وال 100 مللي اللي هي دي. طبعا في اشكال ازاز بتختلف من مكان لمكان، يعني مش شرط الشكلين دول، لا. هو عموما في الاغلب بيبقى 50 مللي و100 مللي. عايز تشتغل برضو بال 30 مللي معاهم مفيش مشاكل. تمام، يعني انت ليك الحريه عموما يعني. اوكي. دي حاجه. الحاجه التانية بقى والمهمه جدا الزيت. الزيت لازم تجيبه من مورد محترم، عشان الزيت هو عموما كل حاجه في البرفيوم نفسه. الازازه دي كلها ما هي الا زيت، وبنضيف له كحول. خلصت على كده. مثبت ما بقتنعش بيه، فانت بس اللي محتاجه لمشروعك عشان تبيع الازازه لازم يكون معاك ازاز او ازازه بلاستيك او ازازه، اي ازازه. المهم ان انت تكون الحجم يا 50 مللي يا 100 مللي. بتحط كميه الزيت وبتكملها بالكحول. خلصت على كده. خلصت على كده. الكحول اللي انا بستخدمه هو كحول طبي 96%. بس يبقى المشروع بتاعك محتاج 3 حاجات اساسيين: ازازه، زيت البرفان اللي هتستخدمه وليكن مثلا كان سوفاج، لاكوست وايت، دانهيل ديزاير بلو، مون بلو مثلا، هوجو بوس، في اي يعني. انت على حسب الزبون عايز ايه. مثلا الزبون مثلا وليكن ست، فعايزه مثلا كريزي لاف، مثلا كلوينيرسس، هي عايزه مثلا نوع معين. فانت بتنزل للمورد، مثلا كان حامد للعطور او اي يعني. في موردين كتار قوي في شارع الجامع الاحمر يعني، بس هو احسنهم عموما مطاوع وحامد. الاثنين دول كويسين جدا يعني، تجيب منهم اي زيت حلوين جدا يعني. اوكي. مثلا الراجل مثلا عايز سكلابشر، فانت بتجيب له مثلا في ال 50 مللي دي بنحط 15 جرام وبنكمل بالكحول. 15 جرام بتجيبهم منه، بتقول بعد اذنك عايز 15 جرام وليكن دانهيل ديزاير، الراجل طالب دانهيل ديزاير، بتحطهم له هنا وترفع بالكحول. حلو. الكحول اللي بنستخدمه هو كحول طبي 96%. برضه بتجيبه من هناك تقريبا ال 5 لتر يعمل لهم 70 جنيه. يعني مشروع مربح جدا يعني. حلو. الازازه دي تقريبا ما بتاخدش يعني بالظبط، ما بتاخدش 40 مللي كحول، يعني حاجه. يعني في ال 5 لتر هي حاجه قليله جدا، لا مش بتساوي من اساسه. فاهمني؟ فانت مشروعك عموما محتاج الحاجات دي. طبعا عشان بس ابقى مفهمك معلومه لوجه الله، الازازه دي بيتحط فيها 8 جرام كحول اللي هي 30 مللي. ال 50 مللي بيتحط فيها 15 جرام، وال 100 مللي بيتحط فيها من 22 ل 25. تمام. بس هي دي الفكره ما فيها. مشروعك ممكن تبداه من عن طريق النت وتبيع، تعمل اعلانات والناس يطلبوا الازايز وتكسب منها. ده فكره مشروع بسيطه جدا. طبعا معاك بادجت محترم، عايز تفتح محل مش هقول لك لا، يعني هي بتعتمد اولا عن اخر عن البادجت المتاح معاك. مثلا ما كانش معاك بادجت محل، خلاص افتح صفحه اونلاين وبيع. بيع لزمايلك، بيع لاي حد. اوكي. بس يا شباب ده كان فيديو النهارده. يا ريت بقى لو الحلقه عجبتكم تنزلوا تشتركوا وتحطوا لايك. مع السلامه يا شباب، سلام عليكم.